السلام عليكم، كيفكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم اقترح لكم واحد الكيكه عائليه كتجي زوينه بزاف، اقتصاديه، بلا حليب، بلا ياغورت، بلا محسن، كتجي لذيذه بزاف وخفيفه. البنات ان شاء الله جربوها تعجبكم وتردوا لي الكومونتير قولوا كيف جاتكم. وبلا ما نطول عليكم الفيديو كيف ديما غادي ندوز لطريقه التحضير. يلا معنا. بالنسبه للمكونات هنا غادي نقول المكونات وانا كنخدمهم. عندي هنا 4 البيضات من الحجم الكبير. الكيكه راه تجي زوينه بزاف البنات، كتجي خفيفه وانا ديما هذه المعتمده عندي. غادي نضيفو هنا 2 كيسان لاروب ديال السكر سنيده. غادي نخدموه مزيان هاد البيض والسكر. طولة كيكه مفششه وطالعه زوينه. نتوما غتشوفوا الطريقه راه ساهله ودغيا كتوجد. كيف قلت لكم البنات غادي نطلعوا مزيان السكر مع البيض بالضرب الكهربائي. انا ديما كطلع السكر والبيض حتى كيضاع بالحجم ديالهم. غادي يولي عندكم اللون الابيض في الخليط ديالكم. غادي نضيف البنات كيس الفانيلا حتى كنطلع البيض والسكر شويه، كنزيد داك السكر فانيلا. دابا غادي نبدا نضيف نص كاس ديال الزيت. غادي نضيفو بالتدريج البنات داك الزيت غير شويه بشويه ونخلطو مزيان. هذا هو السر ديال النجاح ديال الكيك، كتخدمو مزيان السكر مع البيض. ضفت انا غير نص كاس ديال الزيت فقط كافيني. دابا غادي نكمل التطراب. غادي نضيف هنايا واحد شويه ديال عيط الحامض، الا عندكم قشور ديروه ماشي مشكل، بحال باش نسمو به الكيك ديالنا باش ما تبقاش ريحه البيض. كما فهمتوا. غادي نضيفو هنايا الماء البنات، الماء عادي ما سخون ما بارد. غادي نضيفو كاس لاروب. قياسي كنقيس الماء انا دابا هو قياس بالكاس العنبه، ولقت به الزيت والطحين حتى السكر سنيده والماء. المهم ضفت داك الماء وغادي نبقى نخلط بشويه بشويه. راني كنسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل. دابا غنضيف البنات الدقيق ديالي. غندير نكمل الخمارات حتى هما غادي نديروهم الخمارات 4 ديال الخمارات من فئه 8 غرام. بالنسبه للدقيق راه غندي نضيف 450 غرام. بقيه الكاس العنبه 4 كيسان و4 كاس ديال الطحين. بديت غربلو ضروري البنات. غادي نضيفو بالتدريج. الفران يشعل دابا يا البنات وانا كنخلط في الدقيق، خليه يسخن مزيان. غادي نحاول نبدل الاناء فين خدمت فيه، حيت تبارك الله ما شاء الله طلع البيض مزيان. غادي نخلطو مزيان وانا كنضيف الدقيق بالتدريج. غادي نضيف شويه ديال الخل، اذا عندكم ما عندكمش ماشي مشكل، تقريبا ملعقه كبيره. صافي دابا غادي نجيب منين نضيف الدقيق مزيان الخليط ديالي. ما تخلطوش بزاف البنات غير بشويه، انا كنسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل. غادي نضيفو هنا في المول ديال الكيك. بالنسبه للبنات القياس ديال المول 26 سنتيمتر. راني خليت الفران مشعول دابا. غادي نوضع هاد الكيك ديالي في الفران. غادي نخليوها طيب من الفوق ومن تحت، نشعلو من الفوق لتحت حتى تنفخ وتضاع بالحجم ديالها وتولي على الشكل هذا تحمر لينا. صافي نخرجوها، نخليوها البنات في الفران شويه، نطفيو الفران ونخليوه داخل الفران حتى شويه ندوز 5 دقائق. ديك الساعه نخرجوها باش ما تهبط لكم ولا شي حاجه. المهم هذه الطريقه باش كنطيب انا الكيك ديالي من الفوق ومن التحت كيف قلت لكم حتى كتحمر وتضاع بالحجم ديالها. ديك الساعه نطفيو الفران نخلي واحد شويه في الفران ديك الساعه نخرجوها. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما خرجتها من الفران. كتجي زوينه بزاف وطالعه و طريه بزاف البنات. تبغوا تشوفوا الشكل ديالها. غادي نقلب معكم الكيكه البنات تشوفوها من تحت كي جات. كتجي زوينه ما شاء الله. غير جربوها وردوا لي الخبر في كومونتير. تبعوها في الطريقه اللي قلت لكم عليها غتنجح معكم ان شاء الله، واخا تكون اول مره غديروها. شوفوا الشكل ديالها البنات كيف جات زوينه بزاف.
كتجي طريه ورطبه وخفيفه. حتى من الداخل غادي نوريها لكم، هي بجد زوينه بزاف. حضروا لوليداتكم او هكذا عندكم شي ضيافه ولا شي حاجه حضروها. حتى في الطيب البنت كتعطيش بزاف، دغيا كطيب. غادي نقسمها معكم دابا تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. كيف قلت لكم الطريقه ديال الطيب ديالها، غتشعلوا الفران من الفوق لتحت، تدخلوا الكيكه ديالكم هو الفران يكون سخون من قبل، غادي تشعلوا من الفوق ومن التحت، وغادي تدخلوا الكيكه ديالكم وتنقصوا عليها الفران الحراره حتى طيب تطلع تاع الحجم ديالها. وغادي تبان لكم اللون ديالها تحمر من الفوق ومن الجوانب. صافي غادي طيب راسها ديك الساعه دغيا غطيب صافي، تخليوها في الفران طفيو شويه وتخرجوها، تخليوها تبرد. ديك الساعه تحيدوها من المول. هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه بزاف رطبه، كتبقى هكا طريه. نخليها هكا ما نزوقها ما والو. اذا البنات تسالى الفيديو، ما بقى لي نقول لكم تهلاو في راسكم، وان شاء الله تكون وصفه نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.